حواليك، الخمسة ستة اللي متعودين دايما يطبلوا لك على كل حاجة صح غلط أي حاجة من الحاجات دي، فأنت متعود تسمع ده، فبقى عندك إحساس بالذاتية إنه ما ينفعش حد ينتقدك. فدي مشكلة حضرتك مش مشكلتي أنا، لكني مش هطبل لك، مش هشوف حاجة أنت بتعملها غلط وهتكلم بالعكس. الناس الحرة اللي دمها حر، اللي اتربت في بيوت، اللي عارفة قيمة شغلها كويس، مش هتعمل كده. هطلع اقول لحضرتك يا فندم انت كنت هنا صح، انت كنت هنا غلط. الموضوع بسيط جدا بالنسبه للي زينا، ايا كان حجمهم، ايا كان اماكنهم، اماكن تواجدهم. طيب دي حاجه. اصله ما ينفعش يا سياده المستشار، اصله حضرتك يا جماعه ده، هو انت فاكر ان انت بعيد يعني انت قبلت انه الهوا بتاعك يتفتح وتتشتم نص مصر؟ الحاجه التانيه، هفضل طول الوقت مشفق على كل اعلامي فاتح الهوا ومطقطق دماغه. واصل سيادتك يا سعاده المستشار انا زعلان لك، مش زعلان لك، زعلان عليك، انا اسف عشان اختار بس التعبير المناسب. النهارده كان بيتكلم اخ مرتضى منصور فقال لك ايه؟ انتوا بتألهوا محمود الخطيب. لا، انت عندك مشكله، انت ما تعرفش ان ده اسمه تقدير واحترام، لانه الخطيب بقيمته، بغض النظر عن انه دلوقتي رئيس النادي الاهلي، بقيمته عمر ما لسانه ما شتم حد، اتعرض لنقد ابشع ما يكون، عمره ما اتكلم في حق حد بره في الجلسات في حق حد وحش. لسانه بينقط سكر شهد. شوف بقى بالتعبير البلدي ده لو تعرف توصل له وهو سهل بالنسبه لك. واحنا عارفين ان حضراتكم قامات كبيره. لحد امتى هتحطوا ايديكم جوه الرياضه وجوه الاعلام الرياضي؟ لحد امتى؟ نص مصر امبارح اتشتمت، نص مصر امبارح اتشتمت في تلفزيون الدوله. هل انتوا موافقين على ده؟ انا متاكد ان انتوا مش موافقين، بس علشان انا متاكد ان انتوا مش موافقين والناس يبقى عندها اليقين ده، لانه باختصار شديد انا هكلمكم بلغه ولاد جيلي. فالقصه باختصار شديد ده اسمه حب وتقدير للكابتن محمود الخطيب، انما ينتقد ويظل ينتقد وبيسمع للنقد. فما تقارنش نفسك بالكابتن محمود الخطيب من فضلك، لان القصه واضحه وصريحه. ده تقدير مش تأليه. التأليه ده حضرتك تعرفه من الناس اللي بتطبل لك طول الوقت. النقطه الثالثه، كلامي موجه للمجلس الوطني لتنظيم الاعلام. لحد امتى؟ من اللي هم من 15 سنه لحد سني 33 و34 وما فوق. الناس بقت بتشوف المشهد وحش في حق بلدنا، انه شخص بعينه بيشتم في الناس كلها ومفيش اي اجراء. حضراتكم في مره كنتوا وقفتوا برنامج احد الزملاء علشان اتعملت فيه مداخله ما كانتش مناسبه. طيب واللي حصل امبارح هيمر مرور الكرام، هيعدي كده عادي يعني؟ الناس تتشتم عادي، الناس ما يتردلهاش اعتبارها. طب سيبك من ان الناس ما يتردش اعتبارها، لان الناس بتعرف ترد باحترام من غير ما يبقى علينا غلطه. انتوا كمجلس وطني للاعلام دور حضراتكم ايه في تنظيم الاعلام، في وقفه مهمه داخل الاعلام الرياضي؟ هتسيبوا الامور تمشي كده؟ احنا مستنيين منكم موقف، مستنيين نشوف دور من الادوار اللي المفروض توتنهام وليدز يونايتد. كان ماتش قوي جدا انتهى ب4 اهداف مقابل 3 اهداف لصالح توتنهام. وويست هام خسر من ليستر سيتي 0-2. ونيوكاسل يونايتد فاز على تشيلسي بهدف دون مقابل. بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عقب بعد المباراة مباشرة. عقب وقال ايه؟ تعالوا نشوف مع حضراتكم بعد الخسارة امام برينتفورد. The better team won. We had a lot of problems we could not make high press because they don't allow us the long balls, keeper to striker. And in this process, the keeper to striker, we could not win any ball because when Tony flicked the ball, he created problems. When Tony kept the ball and played with the 3 players in the middle, created problems.
He's good. He's really good. He is able to win with all the center defenders, but the reality we were not able to control the spec that they are using. So sometimes our high press was not good. Defender medium block. في مباراة النهارده اتكلم عنها بشكل كويس. قال المباراة كانت صعبة جدا جدا لكنها ايضا We were not able to face it. He should have scored 5 goals. I think he had five good chances. Honestly, I think he had 5 good chances. جوارديولا اجمالا ما قالوا في المؤتمر الصحفي بعد المباراه، قال ان الفريق الافضل هو اللي فاز اللي هو برينتفورد. قال انه الكرات الطوليه اجهدتهم الى بعض كويس على الخطه وكانوا الافضل وقدموا اداء استثنائي في دوري الابطال وفي الدوري الانجليزي. طيب الكلام ده بس هو اللي دايما انا بحب اقف عنده لمدير فني كبير اللي هو بيب جوارديولا. بس انا عايزك اللي هقوله لك ده هنطبقه، وانا ليه متعمد ان انا ابتدي بده هقول لحضرتك ليه انا متعمد ابتدي بده تحديدا. يعني ده راجل الناس كلها مؤمنه ان هو رقم 1 في العالم. الناس كلها يعني هو مش بينصب نفسه رقم 1 في العالم، لا هو فعلا رقم 1 في العالم. مش ده اللي المفروض الكلام اللي يتقال يحترم بيه عقول الناس. فمش عيب خالص على فكره تبقى مدرب كبير، ومش عيب خالص تبقى مدرب عندك امكانيات وعندك رصيد وعندك افضل فريق في العالم وانت افضل مدير فني. مش عيب خالص ان انت لما تخصم، مش عيب خالص، بالعكس دي حاجه بتمثل اضافه ليك انت كراجل مدير فني تحترم خصومك. يعني على صعيد تاني، هل انت النهارده لما بتيجي تخسر ماتش زي ده على صعيد تاني، بس ركز في الجزئيه دي عشان مهم، لما يجي النهارده بيب جوارديولا يخسر ماتش زي ده، يبقى المفروض انه بيب جوارديولا يمشي، والمفروض ان هو مدرب فاشل، والمفروض انه حد يقوم جايب له ورقه وقلم ويقول له تعالى انت عارف القائمه اللي معاك دي ثمنها كام؟ مليار يورو. تعالى استرليني، تعالى شوف بقى برينتفورد بقى ما جاش تلتك، شوف اللعيبه دي بتاكل عيش ناشف، شوف انت اللعيب بتاعتك بتاكل زبادي، شوف انت اللي معرفش ايه بقى. عمر ما كانت كره القدم كده، ولا قياستها كده، ولا ده معيار انه ده فريق يكسب فريق علشان خاطر نقيم بيه الامور كده. لا لا لا، هو الحقيقي انه كره القدم فيها متغيرات، والمتغيرات دي